يا اخي المصريين شوي عصبيين يا اخي، الواحد ما يهزرش معاكم. ها انا كنت بمزح بس يعني، بعدين يا اخي نمزح معاكم ثلاثة، يا ساتر يا ساتر. لا بنهزر فعلا بنهزر يعني، احنا اسفين يعني نتراجع. الاهلي ده حكايه. طب ممكن نلعب مع بعض من غير الاهلي؟ يعني في فكره من غير الاهلي ممكن يعني يكون في حل ان احنا نلعب مع فرق اخرى، لازم الاهلي؟ مشكله. كابتن وليد فراج طلع بهزر معانا بعد ده كله. والله الاتحاد لو كسب كنا طلعنا شفنا كابتن وليد فراج بشخصيه تانية خالص. اما دلوقتي طالع يقول لك ده احنا بنهزر معاكم مصريين، ده النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي ومش عارف ايه. بص اقول لكم على حاجه عشان تعرفوا الراجل ده بتاع ترند. يعني ايه بتاع ترند؟ يعني لا الترند الاولاني لما طلع قال لك الدوري المصري دوري ضعيف، لا الترند شغال معاه والدنيا ماشيه معاه كويس، قال لك ما راح حكها في النادي الاهلي. فهو بحكها في النادي الاهلي، بحكها في نادي الزمالك، بحكها في الدوري المصري عشان يطلع ترند، لان هو عارف ان اي حد بيتكلم عن الزمالك او الاهلي او الدوري المصري بيطلع ترند، فهو حب الحوار ده. مش ده اللي طلع قال لك لو كنت غلبت الهلال فالهلال مش عنده صفقات اقدروا بقى على الاتحاد؟ ادينا حطينا على الاتحاد وحطينا على الهلال وحطينا على السعوديه كلها. وحب اقول لك كمان واحد اتنين، الكبسه راحت فين؟ الكبسه باظت خلاص. بس كده، يلا سلام.